هاجمونا. النهر اللي ورا الشجر ده هو الحدود اللي ما بيني وما بين السنغال، هو النهر الجاف ده، يعني الشجر اللي الناحيه الثانيه السنغال، وده طريقنا للحدود. بص الطريق عامل ازاي. انا بتمرمط. دلوقتي رايحين الى السنغال مشينا على الأقدام الحدود المعبر. حاليا انا دلوقتي متوجه على الطريق للسنغال، رايح بالبر، ولكن رايح مع صديقي شريف اللي قرر، اللي قابلته في موريتانيا، الصراحه شخص عظيم، قرر يساعدني لحد ما اوصل ويدخلني السنغال. حركنا متاخر جدا من العاصمه نواكشوط، واضطرينا ان احنا ندور على حد يقدر يساعدنا يدخلنا بعد ما الحدود تكون قفلت. معرفش هنقدر ندخل ولا لا لان متاخرين. احنا دلوقتي في محميه طبيعيه في الحدود ما بين السنغال وموريتانيا. في شخص هنا هيحاول يساعدنا ان احنا ندخل السنغال. هندخل عند مدينة سان لوي، المدينة الحدودية اللي ما بين موريتانيا والسنغال. هتحرك بالعربية، العربية المفروض تدخل، فبسم الله وربنا يسهل. مش عايز ابات على الحدود لان الساعة اوريدي 5. احنا جنب الحدود ولكن متأخرين جدا كمان، لان الشريف ما كانش عامل حسابه ان هو يجي معايا، فمعهوش غير كارت يعني بطاقة الشخصية بتاعت الدولة، معهوش باسبور عشان يخرج بره الدولة. بيقول ان هو ينفع يدخل السنغال بالكارت الموريتاني عشان هو موريتاني، لكن الله اعلم. فمع شوية تليفونات وعلاقات يمكن الموضوع يظبط، يمكن الحدود ما تبقاش قفلت، الله اعلم. احنا دلوقتي نبعد تقريبا 25 كيلو عن الحدود السنغالية وهنشوف. انا دخولي للسنغال مش محتاج فيزا لان انا عندي باسبور فرنسي. لو عندي باسبور مصري كنت دخلت الفيزا اونلاين. ففي الحالتين الدخول للسنغال سهل، مصري او فرنسي. هندخل ولا مش هندخل يا شريف؟ ان شاء الله هندخل. هيدخل ببطاقته الشخصيه ده من غير باسبور؟ متاكد؟ من غير باسبور. هتدخل السنغال وكوت ديفوار ومالي بطاقه بس. طب وازاي يختموا ختم الدخول؟ يتاكدوا دخلت امتى؟ قعدت مش ختم بس من غير سكان بس؟ سكان بس. لا ما فيش سكان بس، بيبصوا على البطاقه. الطريق بقى صعب جدا، طريق رملي طيني صحراوي، المايه بتنزل عليه لان احنا على البحر وعلى النهر، فبيكون دايما زي كده. طريق صعب، طريق زي ما انتم شايفين. احنا دلوقتي خلاص اتجهنا، قدامنا 20 كيلو تقريبا 25 كيلو 25 كيلو بالمنظر. حاسس ان احنا رايحين تهريب، ولكن ده الطريق، هو مش ده الطريق اللي دايما معظم الناس بتاخده، ولا بياخدوا معبر تاني؟ بياخدوا النظر رود. في طريق تاني، ولكن احنا جينا من المحمية دي عشان نتفرج شوية على المحمية، زي لان في الناحية التانية بتعدي الحدود بمركب من النهر. احنا دلوقتي هنروح نعدي بكوبري، يعني في كوبري، ولكن الحدود دي اقل استخداما لان ما عليهاش اقبال كتير من التجار والسياح اللي بيقطعوا غرب افريقيا بالبر. السياح دايما هنا بيجوا من هنا كمان السياح، الطريق بتاعهم يعني، بس ده طريق صعب. طبعا احنا موجودين في مكان يعني انا ما اعرفش انا فين، معناش انترنت، مفيش شبكه، فلو الراجل ده قرر يخطفني او احنا تهنا او طلع لنا اي حيوان بري اهو في يمين وفي شمال، فين هنا ولا هنا الله اعلم. احنا ماشيين على طريق عربيات، المفروض نوصل في الاخر. فلو حصل اي حاجه والدنيا ليلت علينا هتبرك مننا في مكاننا، هنقف في مكاننا في الاخر. ربنا يستر لان النتورك صفر، احنا في اللا شيء يعني، في غابات. انا عرفت دلوقتي ليه بس الموريتانيين بيركبوا التويوتا كتير قوي. العربيه اللي احنا راكبينها دي ماشيه 485,000 كيلو، طالعه بينا الصحراء وماشيه ما شاء الله ما شاء الله، عشان ما نحصلش هنا اصلا مش عربيتنا يعني، شريف واخدها من ناس صحابه، ولكن نص مليون كيلو ما شاء الله. العربيه زي الفل، ماشيه زي الفل، ربنا يستر يعني. لكن الكورولا التويوتا عامه اوفر اول طول عمرنا نعرف في مصر انها بتعيش، لكن هنا يعني اخدوها الليفل اعلى بكتير. بصوا الطريق، بصوا الخنازير البريه اهي.
ده صغيرين فيها. شوف امهم. بومبا ده بومبا ولا تيمون؟ ده بومبا، ده كتير قوي. اجري اجري يهاجمونا. خد يلا بومبا. شوفوا المحمية قد ايه جميلة وفيها طيور برية اهي. من احلى الحاجات اللي بشوفها على الطريق من ساعه ما اتحركنا من نواكشوط لحد ما قربنا نوصل على الحدود، كميه الناس اللي بتلعب كوره في ظروف زي ما انتم شايفين، يعني في الرمله وفي العدم. كميه الشباب والاطفال عاملين ملاعب ومجهزينها وعاملين اجوان وبيلعبوا كوره على طول في كل وقت في كل مكان. بنعدي من جوه كل قريه، او حتى مش قريه، بيبقوا 3 4 بيوت عاملين ملعب، يعني 3 4 بيوت وملعب، لازم يكون الملعب موجود. فاجواء الصراحه افريقيه جميله. يا رب بس نلحق الحدود قبل ما تقفل، والراجل ده هيودينا في داهيه في الاخر. شوف الطريق عامل ازاي، الطريق بايظ تماما، وما شاء الله كورولا وحش، يعني لو وقعنا في الخرم ده مش هنطلع. لا مؤاخذة الخرم. بص ماله بقى؟ ايه؟ احنا كده وصلنا تقريبا حدود الموريتانية، صحراء برضو زي ما انتم شايفين. هننزل نخلص اجراءات الخروج وبعدين نبدأ نشوف السنغال. في زي كوبري هنعدي بيه نهر السنغال. النهر اللي هنا اسمه نهر السنغال، نهر جميل الصراحة. ليتس جو. يلا بينا، بسم الله. بصوا الخضار في كل مكان، الغروب، الطيور المهاجرة، قصة ورحلة. انتوا تعرفوا ان انا الرحلة دي كان المخطط بتاعها ان انا اعملها بموتوسيكل، ولكن لضيق الوقت والظروف بتاعت فلسطين ما كنتش نفسيا جاهز لرحلة صعبة زي دي. كنت هشتري موتوسيكل من المغرب واوصل بيه لحد كوت ديفوار واديه اكتر شخص او اول شخص قابله هناك غلبان، ولكن الرحلة دي هتتعمل ان شاء الله تاني. زي ما توقعت وصلنا الحدود متأخر، ولكن بنحاول ندخل. الحدود بتقفل الساعة 6 واحنا دلوقتي 6 ونص. يمكن ندخل يمكن ما ندخلش. هندخل. شريف هيظبطنا. دلوقتي بنحاول نغير فلوس. الأوقية بكام فرنك سنغالي؟ 5000 فرنك ب 3000 أوقية. وبنحاول هنجيب سيم كارد عشان وانس ان احنا عدينا الكوبري ده الشريحة الموريتانية هتقطع واحنا بنحتاج انترنت، وكل حاجة بتتباع على الحدود، ودي حاجة كويسة. انترنت مش محل ان هو يقفل، لا، في ناس واقفة بتخلص على طول معاها شرايح انترنت، تدفع تاخدها تمشي. فعلى امل لو دخلنا ان شاء الله هنشتري وهنغير، وكده كده ما دخلناش النهارده واحنا هنخش بكره. وكما وعدنا شريف الصراحه اللي بقاله معايا اسبوع واستحملني لان انا تعبان، كنا جايين عندنا خطط كتير، استحملني وساعدني بدون اي مقابل. طبعا شخص عظيم، يعني هو حد كان متابعني وقال لي لما تيجي موريتانيا كل حاجه عليا، هساعدك وهستقبلك، ظبط لي كل حاجه بجد. لدرجه ان هو موصلني لحد السنغال، قال لي مش هسيبك غير لما تخرج. انا من المطار للحدود وجبنا السيم كارد اهي، عندهم اورنج هنا في السنغال. احنا دلوقتي عدينا الحدود الموريتانيه وهنشوف الحدود السنغاليه هيدخلونا ولا لا. دلوقتي احنا عدينا خلاص الحدود الموريتانيه وبنعدي الجسر او السد اللي ما بين موريتانيا والسنغال. يعني اصعب حاجه في اي حدود في العالم وبالذات افريقيا لما الدنيا تليل ما يردوش يدخلوك، فهنشوف. ولكن سبحان الله على الجمال، بصوا السانسيت ما بين الدولتين على نهر السنغال، النهر السنغالي، ودي الحدود السنغاليه هناك خلاص اهو. معنى ان احنا نوصل هناك اللغه الرسميه هتكون الفرنسيه، العمله هي الفرنك، وده السد اهو. بص المايه بتتدفق، السانسيت الجميل. عدينا دلوقتي في الحدود السنغاليه، ربنا يسهل. وفي اجانب كتير قوي بياخدوا الطريق ده، بيجوا من اوروبا بعربياتهم. يعني العربيه دي جايه من المانيا دويتشلاند، بيجوا بياخدوا غرب افريقيا كله بالعربيات، لان الغرب دول كتير. وكمل القصه في العربيه، لان الغرب دول دويلات صغيره، يعني هي زمان كلها كانت تحت الاحتلال الفرنسي، تقسموا لدويلات صغيره. السنغال يعني احنا اخدنا من نواكشوط عاصمه تانية لحد الحدود تقريبا 250 كيلو، وبعد كده من حدود السنغال لحد حدود جامبيا اللي هي اصلا جوه السنغال دي دوله 200 كيلو، وكلها دويلات صغيره. فتبقى رحله ممتعه جدا ورحله افريقيه فيها ادفنتشر حقيقي لما تعملها كلها بالعربيه. وان شاء الله نتوجه لاول مدينه عندنا وهي مدينه سان لوي. هي مدينه حدوديه، يعني اول ما نعدي الحدود هنسوق تقريبا 20 كيلو نبقى في تاني اكبر مدينه في السنغال بعد العاصمه دكار.
وبعد كده انا انطلق لدكار وصاحبي شريف يرجع لموريتانيا. انا ختمت ختمه دخول. شريف ما عندوش مشكله، ولكن العربيه عشان معناش صاحب العربيه نفسه ومعناش توكيل منه ان احنا نخش، مش عايزين ندخلونا. فاحنا دلوقتي بنحاول نجيب صوره الرخصه بتاعت صاحب العربيه، وصاحب العربيه في مكان ما فيهوش انترنت. مشاكل. كميه التراكس بقى اللي راكنه، كل الفانز اللي راكنه هنا ركنوا وهيناموا وهيخشوا الصبح، لان برضه عندهم مشاكل في الورق. فعبور الحدود في افريقيا يمكن تكون اصعب حاجه في اي سفريه. الفرنك السنغالي بيستخدم في اكتر من 7 دول تقريبا، في بوركينا فاسو وفي توجو وفي بنين في السنغال واكتر من دوله تبقوا لكم هنا. واليورو الواحد بيساوي تقريبا 700 فرنك. للاسف الورق اللي معانا ناقص ان هو يدخل العربيه، فاحنا مش هنتراجع. رجعنا ركبنا العربيه في موريتانيا، دلوقتي رايحين الى السنغال مشينا على الأقدام، ونشوف ازاي هنوصل المدينه. دلوقتي ما بقاش معانا عربيه، فلازم نشوف حد، ودلوقتي ضلمه بالليل، مش عارف هنلاقي تاكسي ولا لا. يعني اهو ده الحدود، المعبر. للاسف جبنا تاكسي لان ما لقيناش اي عربيات خارجه من الحدود. احنا اخر ناس خارجين من الحدود النهارده نتشعلق فيها. اضطرينا نجيب تاكسي. اوب التاكسي تقريبا هياخد $25 لحد المدينه، اللي هي تقريبا نص ساعه سواقه. فمش وحش ان هو جالنا من المدينه، من القريه بتاعته، هياخدنا يودينا لحد هناك. نو باد. مين ده؟ ابراهيم النياس، اكبر قطب للطريقه الصوفيه في السنغال وموريتانيا. يعني ده كيا صوفي صح؟ نسبه كبيره قوي كمان في السنغال صوفيين. السلام عليكم. الحمد لله الطريق هنا انضف، مش طريق طيني متسفلت ونضيف. يمكن لسه عشان خارجين من الحدود ولا مش عارف ايه، بس هنشوف. انا دلوقتي حاسس ان انا ام باك ان افريكا. بحس ان انا ابقى في دوله عربيه في افريقيا، مش دوله افريقيه قوي. بس اول ما تبقى الدوله خلاص افريقيه، لغه تانية، حاجات كلها مختلفه، حاسس نفسي في دوله جديده وفي رحله جديده ومغامره قويه. عاجبني قوي ان على عكس مدن ودول افريقيه كتير، الحياه صاحيه بالليل. يعني دلوقتي الساعه 10 بالليل، شايف في عربيات كتير وناس كتير ومحلات كتير. لسه مش عارفين هنسكن فين، لان Booking.com الحاجات اللي عليه مش احسن حاجه وخايفين. فهنروح نشوف بنفسنا اماكن ونختار بس. ودي مدينه سان لوي. بس ان انا رجعت العصر القديم، لان البلد نظيفه وشيك، ولكن يعني فندق زي ده، فندق شكله نظيف، مش موجود على Booking.com. كل الموجود على Booking.com فنادق بتاعت اشخاص، يعني بيحط فندق شخصي، يعني عنده اوضه، عنده اوتيل قديم حطه. فاحنا نشوف الفندق ده هل كويس ولا لا، وهنشوف الاسعار. ولكن مدينه قديمه وستايل قديم، تحسه ستايل عثماني قديم. بص المباني، الاوتيل شكله نظيف. الفندق طلعت الليله في اوضه دبل، الليله الواحده بالفطار ب100 يورو. فندق مكتوب عليه 3 نجوم، ويعني هو شكله نظيف عن باقي الحاجات التانية، ولكن 100 يورو في السنغال ليه؟ فندق حتى 3 نجوم. المفاتيح حتى مش وايرلس. انا شايف المفاتيح كانت متعلقه كلها مفاتيح. شكلها بداية صعبة. هنحاول نشوف حاجة تانية وسط، لأن الحاجات الرخيصة قوي يعني مش نظيفة خالص. فعايزين نشوف حاجة في النص، 50 يورو يعني. بس الناس كلها في الشارع زي ما انتم شايفين. لقينا الفندق ده تقريبا ب80. اوي قديم، ها؟ شايف البحر هنا.
واحد تاني اهو، بصوا الدنيا تحت، ستايلاتهم كلهم بيوت مفتوحة من النص. حاسس ان انا رجعت العصر العثماني، بس انا مش متأكد من المعلومة اذا كانوا العثمانيين كانوا هنا ولا لا، لان العثمانيين راحوا كل حتة في العالم. دي اوضة تانية والله، يعني هي احسن شوية. دي تقريبا سعرها 90 يورو، اقعد وخلاص. لا 90 يورو. It's 100 بس تخيل بيها What do you say? كليشيه. Okay. يلا خلاص We're gonna take. هننام جنب بعض. مش حطينا الشنطة ونزلنا على طول عشان ناكل، لأن من الصبح ما أكلناش، نشوف هناكل إيه، مش عارفين إحنا رايحين فين. يعني أنا في مدينة ما كنتش عامل حسابي إن أنا هاجي عليها، فهمشي في الشوارع وكل عشوائية أهو، نشوف الأجواء عاملة إزاي. في حتة الدنيا ضلمة قوي، احنا دلوقتي بنعدي البحر فيه زي جزيرة الناحية التانية، حاسس نفسي اني في راس البر هنا الناحية التانية، واحنا قاعدين الناحية دي حيوية اكتر، كوبري ضلمة، الشباب رايحة جايين، وهنا البحر كله مراكب صيد غالبا في الصبح، هنشوفها. عارفين ناكل ايه ولا بياكلوا ايه في البلد دي، بس عندهم محلات شوا كتير، شكلها الصراحة صعب، كلهم زي واحد حاطط جريل في الشارع وبيشوي. فلقينا على جوجل مابس مكان واخد ريتنج من 100 شخص، واخد 4.1 من 10. شكله لما وصلنا كان غريب، الناس بتطلب لحمة سادة. استنينا نص ساعة تقريبا عشان يجي لنا نص كيلو لحمة على الجريل، لسه هندوقه. ده المكان اللي قاعدين فيه. وحش جدا. ما تدوش. وحش. بيفكرك المكان ده بمين في مصر؟ زيزو نتان. بس بعد ما خلصنا اكله بنتمشى لمح، يعني بعناية كده اتاكدت ان الراجل ده مصري من بعيد، وطلع مصري فعلا، ومن المنصورة وجاي يدرس عربي هنا، وطلع في مدارس بس لغة عربية، يعني زي ما عندنا في مصر في مدارس انجليزي ومدارس خاصة انجليزي، في هنا مدارس عربية، يعني كل حاجة بالعربي. هما باعتينه من مصر، من الازهر عشان يعلمهم هنا عربي. فيعني الحمد لله مصر في كل مكان مسيطرين. اكيد يا عم، والله الحمد لله يا رب العالمين. طب وعجبك السنغال؟ الحمد لله، بلد جميله وكويسه وفيها مسلمين كتير، والحمد لله احنا بنمارس عملنا وفي امن وامان طب ايه اكتر حاجه تحبها في السنغال عجبك لحد دلوقتي؟ اكتر حاجه عجباني ان الناس دي كلها اللي هنا بتصلي فعلا، يعني الناس فعلا عارفه ربنا. الناس بتصلي، ما ساعه ما بيسمعوا الاذان على طول بيروحوا يصلوا، وبعدين الناس مسالمين وناس كويسين، ومحدش منهم بيأذينا ومحدش منهم بيعاملنا. بيحبوا المصريين؟ بيحبوا المصريين وبيحبوا الازهر وبيحبوا، لان الازهر موجود هنا من زمان. فطبعا هم لما بيشوفونا بيرحبوا بينا على طول وبيتكلموا معانا وبيجوا يسالونا، الناس كويسين يعني مش ايوه. حتى احنا دلوقتي مثلا في وقت الليله هو الساعه 11 بالليل، ايوه بنطلع بنمارس حياتنا كأننا قاعدين في مصر، يعني الناس كويسين الحمد لله. الحمد لله فرصه سعيده. وبعدين يعني انا مبسوط جدا ان انا قابلت الراجل ده. حبيبي ربنا. انا اول ما شفته قلت له تعالى يا ابني انت من المنصوره. لان طبعا كانت عينيه خضراء، واحنا معروفين في المنصوره ان احنا طبعا عينينا خضراء يعني. يعني زي ما بنقول كده، يعني الدم بيحن يعني. حبيبي ربنا يخليك. الدم بيحن. ولما شفته يعني اتبسطت ان انا شفته وقعدت معاه والله. ابو حميد يعني ربنا يبارك فيه والله. ربنا يبارك فيك يا احمد. ربنا يبارك فيك. بس كده بعد جوله سريعه في مدينه سان لويس، عدينا الحدود، دخلنا السنغال، دوله جديده، دوله رقم 67 ولا 68 اظن، دلوقتي بقت 68. هننام عشان عندنا بكره يوم صعب، هنتوجه للعاصمه السنغاليه دكار. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تسيبوا عليه لايك وكومنت، ادعمونا لان الفيديوهات دي بنتعب فيها قوي، واديكم شفتوا المجهود اللي اتبذل فيها. استنوا الفيديو الجاي، فيديو جامد قوي. اهم حاجه قبل ما نقفل الفيديو، ما تنسوش تدعوا لاهلنا اخواتنا في فلسطين. الفيديوهات دي كده متصوره وقت الازمه، هتنزل بعد ما الازمه تخلص، ولكن الازمه بقالها 70 سنه واكتر مستمره، مش هتنتهي مع بس وقف اطلاق النار اللي بيحصل دلوقتي. الازمه مستمره لحد ما تيجي في يوم وتتحرر ان شاء الله. ادعوا لهم، واشوفكم الفيديو الجاي. لايك وكومنت بسرعه. سلام.